في يوم كنت نايم والتليفون عمال يرن. الساعة 2 بالليل والرقم مش متسجل. قمت وأنا متعصب وقلت أنا هتخانق مع اللي بيتصل ده. أول ما رديت طلع واحد معرفة قديمة بس مفيش تواصل بينا قوي. قال لي أنا آسف برن عليك متأخر، بس والله أمي في المستشفى ومحتاجة عملية ضروري وعايز أستلف منك مبلغ صغير. بدون تفكير قلت له والله أنت فاجئتني، بس أنا مش معايا المبلغ ده، وقفلت. عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. مراتي كانت جنبي وسمعت المكالمة فقالت لي ليه ما سلفتهوش؟ انت معاك الفلوس. قلت لها علشان ما بيكلمنيش غير لما يبقى عايز مني حاجة بتاع مصلحته وانا بتضايق منه. لقيتها بتقولي لا، غلطان انك ترد حد قصدك وافتكرك في زنقته، طالما معاك الفلوس ساعده لوجه الله. وبعد زن من مراتي اتفقنا اني اكلمه واقول له لقيت المبلغ ده مع مراتي وهبعته لك. واول ما كلمته لقيته بيعيط وبيقول لي والله قاعد ادعي واقول يا رب اني مسنيها الضرر وانت ارحم الراحمين. فلقيتك بترن عليا وبتكلمني وعرفت ان ربنا استجاب. الحمد لله.